السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النحلة والنملة والصرد والهدهد. رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه. النملة من الحشرات، وتعود إلى صنف غشائية الأجنحة، ولها 6 أرجل. فالنمل حشرة صغيرة ذات فعل كبير، فهي تمثل 20% من الكائنات الحية على كوكب الأرض. ولقد عرف النمل منذ القدم، وحسب ذلك المختصين منذ العصر الطباشيري، فقد عايشت الديناصورات، فهي موجودة منذ 92 مليون سنة، ويوجد منها حوالي 20,000 نوع، وهي منتشرة على الكرة الأرضية، فهي موجودة وتعيش في كل مكان. تجدها في السهول، وتجدها في أعلى الجبال، فهي موزعة على عموم الكرة الأرضية، تحت الأرض أو فوق الأشجار، وتشكل الجيوش والعمال والجنود. النحلة يبلغ عدد أنواع النحل نحو 20,000 نوع، ومعظم أنواع النحل غير اجتماعية وتحب العزلة باستثناء نحل العسل، فهو يعيش في مجموعات كبيرة منظمة. وملكة النحل هي النحلة الوحيدة في الخلية التي تتزوج، وتتزوج من ذكر واحد فقط من ذكور الخلية، وهي أيضا الوحيدة التي تضع البيض. وأكبر أنواع نحل العسل يبلغ طولها نحو 20 مليمترا، وتسمى النحلة العملاق. وأصغر أنواع نحل العسل هو النحل القزم، إذ لا يزيد طول الواحدة عن مليمتر واحد فقط. وحاسة الذوق عند نحلة العسل تميز بين المذاق الحلو والحامض والملح والمر. ويملك النحل وسيلة خاصة للتخاطب، وذلك عن طريق الرقص. أما طول ملكة النحل فيعادل ضعف طول النحلة الشغالة. وتضع الملكة نوعين من البيض، أحدهما ملقح ويخرج منه إما ملكات أو شغالات، والآخر غير ملقح ويخرج منه الذكور. أما حاسة الشم عند النحلة فتتركز في قرون الاستشعار التي يتخلل سطحها عدد هائل من المسام تبلغ نحو 500,000 تقريبا. الهدهد طير له عرف مميز على رأسه، ولونه بني فاتح، وعرفه البني مرقط من أطرافه بالريش الأسود، ونصفه الأسفل أسود مرقط بالريش الأبيض في نظم جميل. له طريقة مميزة في الطيران، ويتغذى على الحشرات، ويشاهده الناس في المناطق الزراعية، وهو من أصدقاء الفلاحين، فهو ينظف الأرض من الديدان واليرقات والآفات. ويعد وجوده ومشاهدته علامة على نقاء البيئة من المبيدات الحشرية، وممنوع صيده، كما هو الحال بالنسبة لأبي قردان وأبي فصادة، حيث إنه لا يؤكل. الصرد. طائر الصرد هو نوع من أنواع العصافير المقنعة التي تتبع العائلة الدقناشية، فهي تمتاز بلونها الأبيض والرمادي والأسود، وأحيانا قد نجد منه اللون البني. هذا النوع من الطيور يعيش في كل القارات على حد سواء، فنجده في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وإفريقيا أيضا. يعيش طائر الصرد في بلادنا بكثرة، خاصة في فصل الشتاء، وتعود لمكانها الأصلي في فصل الربيع، حيث نراه منفردا أو على شكل أزواج أو في جماعات لا تزيد عن 5 منهم.